فتح الصندوق وأبهر الجميع بمعاني وبريق العملات الذهبية التي كانت تملأه. بارك والد فهد للرجل المسن على اكتشافه المذهل، ولكن الأخير ابتسم وقال: ليس هذا كل شيء، هذا الصندوق يحتوي على سر عجيب. ثم أمسكه الرجل وأفرغ من محتوياته وأغلق الصندوق، ثم فتحه ليجد الجميع أن الصندوق قد امتلأ بالذهب مرة أخرى. دهش الجميع لهذا المشهد الذي بدا وكأنه سحر. تساءل عمر الصغير: كيف يحدث هذا؟ ابتسم الرجل وقال: هذا الصندوق يحمل سرا لم أكتشفه بالكامل بعد، ولكنه نعمة من الله. أتمنى أن يحمل لكم الخير كما حمل لي. ذهل كل من عمر ووالديه مما رأوا، ولم يكتف الرجل بذهولهم، بل قرر أن يزيد من دهشتهم ويشكرهم على كرمهم. فأهدى عائلة فهد الصندوق وقال بسعادة ورضا: ليس لدي قريب ولا عائلة، وأصبحت مسنا وعمري على وشك الانتهاء. أنا متأكد من أنني لن أجد عائلة على هذه الأرض كلها تستحق الصندوق العجيب مثلكم، ولذا مبارك لكم هذا الصندوق، وتمنى لكم حياة هانئة وسعيدة على الدوام. فرحت عائلة فهد بهدية الرجل المسن فرحا شديدا، وشكروه بامتنان عميق على هديته المميزة والقيمة. وبعدها خلد الجميع للنوم بعد أمسية رائعة مليئة بالحديث والضحك والمشاعر الطيبة. في الصباح الباكر استأذن الرجل المسن مغادرتهم، وشكرهم مجددا على ضيافتهم وكرمهم، وشكروه بدورهم على هديته القيمة، وأمنوا له رحلة آمنة. غادر الرجل على صهوة حصانه، ولبه مليء بالدعاء لهذه العائلة الطيبة. بعد فترة من المسير أمام الجدار العظيم لم يصدق عينيه، فقد كان يتذكر هذه المنطقة كأرض واسعة خضراء مفتوحة. استغرب وجود هذا السور الضخم، وقرر أن يسير بمحاذاته بحثا عن طرفه ليتمكن من عبوره. وأثناء توجهه نحو طرف السور القريب من الجبل استوقفه رجل يعمل في حقله. ألقى الرجل العامل التحية، ورد عليه المسن بتحية مماثلة بابتسامة ودودة. بدأ الرجل العامل حديثه متسائلا عن مقصد هذا الرجل. أخبره الأخير أنه كان يمر من هنا بكل سلاسة في الماضي، وأنه فوجئ بهذا الجدار العظيم الذي لم يكن موجودا من قبل، وتساءل عن سبب بنائه وعن القصة ورائه. أخبره العامل بكل القصة بتفاصيلها الدقيقة، موضحا أن السبب وراء بناء هذا الجدار كان المشكلة التي قسمت ظهر الجمل، وهي قصة فهد وعمر. عندما سمع الرجل المسن القصة شعر بمزيج من الصدمة والإساءة. أدرك أن الرجل الكريم الذي استضافه هو نفسه والد فهد في القصة، وتفهم حجم الظلم الذي تعرض له بسبب سوء الفهم الكبير. شكر الرجل العامل على إخباره بالقصة، وواصل طريقه بسرعة متجها نحو طرف الجدار، آملا أن يصل قبل حلول الليل. ولكنه لم يتوقف عن التفكير في الظلم الذي سمع عنه لعائلة فهد. بعد 3 ساعات من السير المستمر وصل الرجل أخيرا إلى طرف الجدار. أدرك أنه مضطر لتسلق الجبل للوصول إلى الجهة الأخرى، ولكنه كان متعبا بسبب هذه الرحلة الطويلة. ومع غروب الشمس قرر أن يقضي الليل في هذا المكان ليستريح ويستجمع قوته. ربط حصانه إلى جذع شجرة وأشعل نارا صغيرة وغطى بنوم عميق، بينما حصانه القوي يقف بجانبه. ومع أول شعاع للشمس فتح الرجل المسن عينيه، جمع أغراضه، ثم امتطى حصانه وانطلق في طريقه نحو قمة الجبل. وبعد ساعتين وبفضل سرعة حصانه وقوته تمكن الرجل من تسلق الجبل ونزوله باتجاه الجهة المقابلة من الجدار.
ومع اقترابه من أسفل الجبل التقى بمجموعة الحراس الموجودين هناك. كان يتوقع لقائهم، فقد أخبره العامل بوجودهم في هذا المكان. ألقى الرجل التحية على الحراس وبادلهم التحية باقتضاب. تقدم أحد الحراس منه وقال: من أنت يا هذا؟ تتقدم بكل جرأة على صهوة حصانك باتجاه قريتنا. فرد عليه الرجل المسن: أنا تاجر جئت من إحدى البلدان، وأقصد جميع التجار لأتعرف على كبار تجارها. تبدلت تعابير وجه الحارس، ولمعت عيونهم عند سماعهم بكلام المسن بالتعاقد. سال لعابهم طمعا بعدما تخيلوا الأموال والثروة التي من الممكن أن يجنيها أبناء قريتهم. صعد أحد الحراس على صهوة حصانه وانطلق مرافقا هذا الرجل ومرشدا إياه باتجاه القسم الثاني. وخلال مسيرهم قرر الرجل المسن أن يسمع قصة الجدار من الحارس. بادره بالسؤال قائلا: أرى أن هذا الجدار فريد من نوعه، ما قصته؟ ليخبره الحارس بالقصة، ولكنه بدأ بشتم أهل القسم الأول من القرية، وصورهم وكأنهم وحوش متعطشة لاختطاف أبنائهم وتعذيبهم. كان حديث الحارس مليئا بالغضب والتحامل، على عكس الرجل من القسم الأول الذي حاول تفسير خوف الأهالي من القسم الثاني وحرصهم على العيش بسلام. شعر الرجل المسن بحزن عميق وبدا عليه ذلك، فسأله الحارس: ما بك؟ هل تشعر بالتعب؟ أجابه الرجل: نعم، فقد كانت ليلة البارحة باردة ومتعبة جدا. وبسرعة رد الحارس عليه قائلا: لا تقلق، شارفنا على الوصول. وفعلا خلال دقائق وصل الحارس برفقة هذا الرجل إلى بيت مختار من القسم الثاني من القرية. خرج المختار على الفور من منزله برفقة مجموعة من الرجال، ورحبوا بالرجل المسن، ودعاه المختار لدخول بيته والجلوس معهم في مجلسهم. وافق الرجل المسن، وفعلا جلس معهم وراح يستمع لحديثهم ونقاشهم حول رغبتهم في مد الجدار أكثر وأكثر لتطويق القرية كاملة. كانوا يتحدثون عن أهمية تعزيز الحماية ضد ما وصفوه بالخطر القادم من جيرانهم. كان الرجل المسن يستمع لهم ويشعر بالحزن من شدة انزعاجه من حديثهم وتفكيرهم الفاسد. رأى في أعينهم خوفا متزايدا قد تحول إلى كراهية دفينة. طلب الإذن من المختار ليخرجه ويكمل طريقه، لكن المختار لم يسمح له بالخروج، وأصر قائلا: لن نسمح لك بمغادرة بيتنا قبل أن ترتاح وتستعيد قوتك. وافق الرجل على المختار في رأيه نظرا لشدة تعبه، وشعر بالامتنان لرغبتهم في تقديم المساعدة. رغم حديثهم المزعج، أحضر المختار بمساعدة الرجال الطعام للرجل، وجهزوا له غرفة الضيوف لينام فيها ويستريح. كان الطعام مكونا من خبز طازج وبعض اللحم المشوي، ومعه حساء دافئ يحمل رائحة شهية. بعدما أكل الرجل وحمد الله، شكر المختار والرجال، ثم توجه إلى الغرفة وغرق في النوم. استيقظ الرجل المسن بعد 3 ساعات تقريبا. خرج إلى غرفة الاستقبال ليجد عدد الرجال قد تضاعف. كانت الأجواء مليئة بالحياة، وراح الجميع يرحب به بحرارة ويتقدم نحوه برغبة كبيرة بالتحدث معه. تساءل البعض عن رحلاته وتجربته، بينما كان آخرون يسألونه عن طبيعة عمله كتاجر وما يمكن أن يقدمه لقريتهم. رأى الرجل في عيونهم خليطا من الطمع والفضول، ولكنه قرر أن يكون صبورا. بدأ يجيب عن أسئلتهم بهدوء وحكمة، محاولا بث قيم التعاون والتفاهم بين حديثه. وهنا فهم الرجل أن كلامه مع الحراس عن رغبته في التعاقد مع التجار قد وصل إلى أسماع الجميع. وقف المختار وقال بصوت مسموع:
الجميع سوف يتكلم ويعطي عرضه، ولكن الآن أرجو منكم الانتظار في الخارج والدخول واحدا واحد حتى يسمع ضيفنا ما تعرضوه بهدوء وتركيز. كل رجل كان يدخل ليخبر الرجل المسن عن خبرته المميزة في بناء البيوت وجمال التصاميم التي أبدعها، ثم يخرج منتظرا قراره. بينما كان الرجال يظهرون اهتماما كبيرا بإبراز مهاراتهم، لاحظ الرجل المسن أن كلماتهم غالبا ما كانت محملة بالغمز واللمز عن بعضهم البعض، مما كشف عن التنافس الحاد والمشحون بينهم. كان يستمع لهم، ولكن شعر بالانزعاج من الحقد والكراهية التي يحملونها في قلوبهم. ومع مرور الوقت تأكد من أن الحقد والغيرة قد جذبت وتشابكت بينهم، فلم يكن أي واحد منهم يتمنى الخير للآخر، بل كانوا جميعا يضمرون الشر لبعضهم البعض. بعد أن مر الرجل المسن في الأرجاء، أخبرهم أنه سيحسم قراره غدا صباحا، وعقد مع أحد التجار البنائين الذين تعرف عليهم المختار. بدوره أخبر جميع الرجال بماهية الرسوم وبتجاهل باقي العروض المقدمة. أدرك الرجل أن الغيرة القاتلة قد كبرت في قلوبهم منذ نعومة أطفالهم، كانوا يعاملون بعضهم البعض بسوء نية، فما بالك بمعاملتهم لأبناء القسم الأول من القرية. أصبح الرجل واعيا تماما بقصة أهالي القسم الثاني بكل تفاصيلها، تنهد بعمق مستمعا لمحاولات المختار المتكررة لإقناع الرجل بالتعاقد مع أخيه، مستخدما شتى الطرق والوسائل. في صباح اليوم التالي استيقظ المختار مبكرا وذهب ليترك باب غرفة الضيف بهدوء، ولكنه لم يجب أحد. أمسك بقبضة الباب ودخل الغرفة ليجدها مرتبة. عندها أدرك على الفور أن هذا الرجل قد غادر في وقت مبكرا جدا. سار المختار وخرج من منزله باتجاه ساحة القرية، ويسأل كل من يقابله إن كان قد رأى الضيف. مع وصوله إلى ساحة القرية تفاجأ بوجود حشد كبير من الناس. اقترب ودخل بين الزحام ليجد الضيف قد وقف هناك يروي لأهالي القرية قصصا وحكايات عن أجدادهم، وعن مقدار السوء والندم الذي عاشوه بسبب الكراهية. كان الرجل يتحدث بحماس وإصرار، محاولا أن ينقل إليهم حكمة الأجيال وتجاربها، مشيرا إلى أن ما يجمع الناس أكثر مما يفرقهم، وأن الكراهية لا تورث إلا الألم والندم. ولكن وسط هذا الجدل وقف أحد الشباب بين الحشد وسأل بصوت عال: ولكن ما الفائدة من هذه القصص؟ نحن نحافظ على أنفسنا من الخطر، أليس هذا هو الأهم؟ وترددت في صوته نبرة خوف مغلفة بالعناد، مما جعل الرجل المسن يتنهد بعمق. رد عليه قائلا: الخوف الذي تبنون عليه حياتكم هو ما يجعلكم سجناء داخل هذا الجدار. إن الحقد والغيرة يستهلكون الروح ويفسدون القلوب. إن أردتم السلام والرخاء حقا فعليكم أن تبدأوا بإصلاح ما في داخلكم أولا. ومع ذلك لم تلق كلماته التأثير الذي كان يرجوه. تعالت الأصوات هنا وهناك ممتزجة بين الاعتراض والاستنكار، ومع سكوته راح الرجل ينظر إلى كل الوجوه الجامدة أمامه. وهنا أمسك بيد المختار وقال له بكل بلاغة: اعذرني، لم أستيقظ في نفس وقت استيقاظك. ما رأيك بتناول فطور دسم وشهي؟ أدرك الرجل سخافة ما يحاول المختار فعله، فحمل حقيبته ومشي مع المختار إلى منزله. وامتطى الرجل صهوة حصانه وودعهم بعدما أخبرهم بأنه سيعود لهم خلال وقت قصير، ويخبرهم بقراره النهائي حول من منهم سيعقد الصفقة معه. ومع وصول الرجل المسن إلى طرف السور بجانب أسفل الجبل،
التقى مجددا مع الحراس الذين كانوا مستعدين لاستقباله بابتسامة ودودة. وبينما كان الرجل يتأمل الجدار الشاهق أمامه، أغمض عينيه للحظة وأخذ نفسا عميقا، وبدا وكأنه يغوص في تفكير عميق، ثم نظر نحو السماء وقال بصوت هادئ: اهدهم يا الله وأصلح حالهم، عسى أن يفهموا أهمية تعضهم وتكاتفهم وجمال الحياة بود وإخاء، بعيدا عن الكراهية والحقد. ومع حلول صباح اليوم التالي، وفي وقت كان فيه الجميع يعتقدون أن يومهم سيمر بهدوء، حدث ما لم يكن في الحسبان. ولأول مرة في حياتهم واجه أهالي القرية من كلا القسمين مصابا جللا. استيقظ أهل القسم الثاني والأول على صوت صراخ مرعب ينبعث من إحدى النساء. كان الصوت يملأ الأجواء بالخوف، مما دفع الجميع للخروج من بيوتهم، وتفاجأوا بمشهد غريب ومخيف. الجدار الشاهق الذي يفصل قسم القرية عن بعضهما بدأ يتشقق ويتصدع، وكأن الأرض نفسها ترفض وجوده. صاحبت هذا التصدع أصوات قوية مخيفة أشبه بصوت الانهيار، بالإضافة إلى اهتزاز الأرض تحت أقدامهم من شدة ما يحدث. وخلال دقائق قليلة شهد جميع أهالي القرية مشهدا لا يصدق. السور الشاهق الذي بني بكل حقد وكراهية وساهم في توسيع الفجوة بين القسمين تحول أمام أعينهم إلى ثعبان أسود ضخم. راح الثعبان يخرج أصواتا تصم الآذان، وعيونه الحمراء تتوهج كالشر. فزع الجميع من هول ما رأوا وتجمدوا في أماكنهم. وكانت صدمة أكبر عندما بدأ الثعبان يقدم بيوتهم الفاخرة في القسم الثاني من القرية، بينما كان يتجنب بيوت القسم الأول وكأنها غير مرئية له. هذا المشهد أثار مزيجا غريبا من الخوف والاستغراب بين الأهالي. كان الخوف سببه المصير المجهول الذي ينتظرهم بعدما قدم الثعبان بيوتهم، أما الاستغراب فكان بسبب تحاشي الثعبان المتعمد لبيوت القسم الأول. في وسط هذا الهلع، بينما كانت عيون الأهالي الخائفة تراقب مصيرها المحتوم، ظهر فجأة رجل يركض بسرعة هائلة باتجاه الثعبان. كان ركضه أشبه بمن يمتلك شجاعة خارقة، وبكل جرأة صعد على سطح أحد البيوت القريبة من الثعبان، ووقف على حافة السطح ونظر للحظة إلى الأهالي وكأنه يخبرهم ألا يخافوا. ثم بكل قوة قفز على جسم الثعبان. حبست الناس أنفاسها وهي تتابع هذا المشهد الذي بدأ وكأنه فصل من قصة مرعبة، حيث الرجل يتشبث بجسم الثعبان الذي بدأ يتحرك بعنف محاولا التخلص منه. في تلك اللحظات أخرج الرجل سيفه مصمما على مواجهة الثعبان وإنقاذ القرية من شره. وفي لحظة حاسمة رفع الرجل يده عاليا، وتوقف الثعبان فجأة عن الحركة، وكأن قوة غريبة ألزمته السكون. صمت الجميع مترقبين ما سيحدث بعد ذلك، بينما كان الرجل قد وصل إلى رأس الثعبان وغرس سيفه. اهتز الثعبان بعنف، مما أدى إلى وقوع هذا الرجل على الأرض، وراح الثعبان يتخبط ويتلوى من الألم، وخلال لحظات قليلة ارتمى أرضا ومات. اهتزت الأرض من ثقل جسمه، وارتفع الغبار في المكان، وكأنه يعلن نهاية هذا الكابوس المرعب. بعدما مات الثعبان، سارع الناس لإنقاذ هذا الرجل الشجاع ليكتشفوا أنه والد فهد، وبسرعة تقدم الحكيم نحوه وراح يضمد له جراحه بسبب سقوطه القوي. كان والد فهد يبتسم رغم الألم، وكأن النصر الذي حققه كافيا لينسيه ما تعرض له من أذى. هنا سأل أحد رجال القسم الثاني من القرية والد فهد عن سبب تعرضه للخطر لإنقاذهم. أجاب والد فهد أنه ركض باتجاه الثعبان متحديا الخوف والخطر لأجل أهالي القرية،
قائلا: لا يهون علي رؤية أحد يعاني أو يتدمر بيته ومسكنه، واكتفى بالمشاهدة فقط. وهنا أدرك أهالي القسم الثاني من القرية مدى طيبة قلب أهالي القسم الأول، وجمال الأخلاق الرفيعة التي يتحلون بها. أدركوا مقدار خطأهم بحق جميع جيرانهم، وأنهم لم يستحقوا كل هذا الظلم والذل الذي تعرضوا له دون سبب. بدأ شعور الندم يتسلل إلى قلوبهم، وكانوا ينظرون إلى والد فهد بعين الاحترام والإعجاب، كما فهموا أن بناء البيت لا يعني فقط بعض الطين والحجارة المرصوفة، وإنما البيت هو بمن يعيش فيه وبكرم وحبهم لبعضهم البعض. أيقن الجميع أن الكراهية والحقد لا تعود عليهم إلا بالحياة الصعبة المريرة. وبعدما تعاون رجال وشباب القرية بقسميها، جروا الثعبان الضخم باتجاه النهر الكبير، ثم رموه في النهر ليغسل مياهه بعيدا عنه. وقف الجميع يشاهدون المياه وهي تبتلع الثعبان، وكأنها تغسل قريتهم من الماضي المليء بالكراهية. ثم نظموا مكان الجدار المشؤوم احتفالا لنصرهم على الثعبان الضخم، واحتفالا بكسر قيود الكراهية والحقد التي كانت بينهم. قدم جميع أهالي القسم الثاني من القرية اعتذارا صادقا لوالد فهد على سوء ظنهم به وعلى الخلاف الذي حدث معهم سابقا، وبدوره صفح والد فهد عنهم وتمنى أن تعم المحبة والخير أرجاء القرية. استمر الاحتفال حتى غروب الشمس. بعدها قام أهالي القسم الأول من القرية باستضافة أهالي القسم الثاني الذين فقدوا بيوتهم، ولهذا الصغير الحظ شاء الله أن أقامت عائلة عمر في بيت عائلة فهد، وهكذا التقى الطفلان الصديقان مجددا ولعبا سويا حتى ناما من شدة التعب، مع ابتسامة كبيرة تعلو وجهيهما. وهكذا توحدت القرية ذات القسمين أخيرا، وأصبحت قرية واحدة يعيش فيها الجميع بمحبة وسعادة، بعدما نمت بينهم بذور الإخاء والتعاون والإيثار. قضوا سويا على جذور الكراهية والحقد، وكانت هذه الوحدة درسا للأجيال القادمة، كما أنهم تعاونوا جميعا على بناء الوحدات التي هدمها الثعبان. وبهذا تعلم عدد لا بأس به من أهالي القسم الأول مهنة البناء، وبدورهم علم أهالي القسم الثاني الزراعة، وأصبحت القرية رمزا للوحدة والتكامل بين أهلها، فكل فرد كان يكمل الآخر بمهاراته وحكمته. ومن قمة الجبل العالي كان الرجل المسن على صهوة حصانه يتأمل ما آل إليه حال القرية، وشعر بالسعادة لنجاحه بفضل الله، ثم القوة التي يتمتع بها في تحويل الجدار إلى ثعبان ضخم يعيد وعي الأهالي ويعلمهم أهمية حب الآخرين والتعاون معهم. ابتسم وهو يراقب الأطفال يلعبون والكبار يعملون يدا بيد لبناء مستقبل أفضل. وهكذا انتهت قصة القرية ذات القسمين، لتصبح مثالا على أن المحبة والاتحاد قادران على بناء عالم أجمل، وأن الحقد والكراهية لا تجلب إلا الخراب. فبالتالي يمكن للجميع أن يعيشوا بسلام وسعادة دائمين، تاركين خلفهم ذكريات الماضي المظلم ليبقى درسا لا ينسى. واشوفكم على خير إن شاء الله في قصة جديدة، وأتمنى إن تكون عجبتكم. وإذا بتحبوا الشكل ده من القصص اكتبوا لي إن شاء الله في الكومنتات، وما تنسوش اللايك عشان إن شاء الله ده بيساعدني إني أستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.